السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا؟ إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض بسكويت بسكريم محشي نوتيلا. ممكن نحشيه نوتيلا، ممكن نحشيه شوكولاتة، قطع شوكولاتة. هنقول كده مع بعض المقادير ونسمي الله وندخل على طول على الطريقة. معايا 600 جرام دقيق، و 300 جرام زبدة، وتلت كوباية زيت، و200 جرام سكر ناعم، ومعلقتين كبار نشا، ومعلقة ونص كاكاو. وكمان معانا دي معلقة صغيرة بودر، بالمعلقة المعيارية، معلقة صغيرة أو بمعلقة الشاي. ومعانا كمان فانيليا عشان البيض، ومعانا 2 بيضة وذرة ملح. هي دي كلها المقادير بتاعتنا. نسمي الله بقى وندخل على الطريقة. الزبدة بتاعتنا بدرجة حرارة الغرفة، مش ساقعة، مش بدرجة حرارة التلاجة، بدرجة حرارة الغرفة. هناخدها كده وهنحط عليها السكر البودر. بس الأول هديها ضربة الأول عشان السكر ما يطيرش. بصي اهي بتقطع معايا بكل سهولة بسرعة كده متوسطة. هبتدي بس الأول أضربها ضربة كده صغيرة، وبعد كده نحط السكر البودر عليها. معانا 300 جرام سكر أهو. ونبتدي بقى نخلط السكر مع الزبدة لغاية ما تصير الزبدة هشة. وبعد ما السكر امتزج كده، ده سكر بودر، بعد ما امتزج مع الزبدة هننزل بتلت كوباية الزيت ونضرب تاني. وبعد ما الزبدة كده لونها فتح وبقت هشة، هبتدي هنزل بقى بالبيض بيضة بيضة. انا معايا بيضتين، هنزل واحدة واحدة. طبعا ما ننساش نحط الفانيليا. حطيت اول بيضة اهي، واحط معاها الفانيليا عشان طبعا ايه، عشان زفرت البيض. ونضرب، نخفي البيضة الاولانية وبعدين ننزل بالبيضة الثانية. بعد كده هجيب ال 600 جرام دقيق، والدقيق ده انا نخلاه، لازم تنخليه عشان طبعا بيدخلوا هوا وبيبقى ناعم وبيخلي البسكوتة تطلع هشة وكويسة. ده انا حطيت 600 جرام دقيق منخول، وهحط عليه النشا اللي هي كانت معلقتين كبار، معلقتين بمعلقة الأكل، معلقتين نشا. ومعانا ذرة ملح اهي. وهنحط كمان نص، كانت معلقة صغيرة، معلقة صغيرة بيكنج باودر. خلاص كده، وهنبتدي بقى نقلب المقادير بتاعتنا كلها على بعضها. نبتدي نقلب المقادير كده كلها. هبدأ الأول كده بس بالمعلقة، وبعد كده أنا ما بعجنش عشان طبعا احنا مش عايزين عرق العجين عشان ده بسكوت. لو طبعا لو ده عجنتي فيه جامد هيبقى ليه عرق وهيطلع البسكوتة ناشفة. جمعت معايا ازاي واحنا عمالين نتكلم؟ بص جمعت اهي. ونص معلقة زيت كمان، حاجة بسيطة جدا اهي، أقل من نص معلقة كمان. بصوا كده، دي البولة اللي كان مطرحها زبدة اهي، دي اللي هعجن فيها اللي بالكاكاو. معايا نص معلقة زيت، وهنحط فيهم المعلقة ونص كاكاو بتوعنا وهقلبها. هخلط الأول نص معلقة الزيت دي مع الكاكاو. طب لو احتجت تاني هحط تاني.
هي هتحتاج كمان نص معلقة، بس انا مش هزود تاني. هو نص معلقة زيت هي كمان اهي. يبقى انا خدت كده معلقة من بتاعة الاكل، خدت كده معلقة زيت. ليه؟ عشان طبعا العجينة دي كده، العجينة اللي هي بالفانيليا مظبوطة كده، مقاديرها كده مظبوطة. لما اجي هحط الكاكاو هيخلي البسكوتة بتاعة الكاكاو، بسكوتة الشوكولاتة، هتبقى ناشفة شوية. فاحنا حطينا معلقة الزيت دي عشان تعادل الكاكاو اللي احنا حاطينه، وفي نفس الوقت بتغمق اللون. هتغمق لي لون البسكوتة بالكاكاو او بسكوتة الشوكولاتة، هتغمق شوية. بصوا باينة. انت هتلاحظي برضو اللون، هيبان معاكي اللون. لكن لو كنت حطيته على طول كان لون البسكوتة هتبقى فاتحة. معانا هنا نوتيلا او بديل النوتيلا، دي بديل نوتيلا. بديل نوتيلا، ماكسيتيلا، سما، اي ماركة يعني. ولو معاكي نوتيلا اصلية طبعا تبقى احسن واحسن. عملتها، خدتها كده وعملتها كور وحطيتها في الفريزر. ما ينفعش امسكها وهي سايحة، لازم تبقى جامدة. وهشتغل بيها بسرعة قبل ما تسيح تاني، يعني هي كده مجمدة من الفريزر. هنجيب بقى نحضر الصاج، والعجينة بتاعتنا خلصت اهي. وهنبتدي بقى نشتغل كده مع بعض. هنبتدي بقى ناخد كورة كده صغيرة كده اهي، ونحطها، وكورة كمان جنبها. يعني نحاول المقاسات، نظبط المقاسات كده مع بعضها بالتبادل بقى. واحدة بني وواحدة بيضة، واحدة بني واحدة بيضة. عايزة تكبري عن كده كبري، عايزة تصغري عن كده صغري، مفيش مشكلة. يبقى بني أبيض بني أبيض. احنا هنعمل 6 كور اهي. جمعتها على الطبق اهي اهو، جمعتهم اهم جنب بعض اهو. وهبتدي اعمل فتحة في النص، وهجيب واحدة من النوتيلا اللي احنا عاملينها مجمدينها، احطها في النص. بس بالله عليكم بسرعة قبل ما تسيح. وهبتدي ان انا الف الكورة. انا قفلت على الكورة من تحت، وهبتدي بقى ان انا الفها. طبعا لو انت مستكبرة البسكوتة صغريها عن كده كمان اهي. وهنحطها بقى في الصينية، وهنخلصهم بقى كلهم ونخبزهم على درجة حرارة 170. درجة حرارة 170. الفرن قبلها يكون شغال على درجة حرارة عالية، وبعد كده نزليه ل 170. وهي طبعا هياخد حوالي تلت ساعة. كل واحد حسب فرنه وحسب تظبيطة فرنه. طب لو انا ما عنديش درجات حرارة، ممكن اعمل مفتاح الفرن على النص. مفتاح الفرن يكون على النص. انا حاسة ان دي كبيرة شوية، انا ممكن اصغرها كمان عن كده. هعمل واحدة كمان معاكم اهو، وهوريها لك اهي. هبتدي بقى اجمعهم كده جنب بعض اهو. اهو جمعتهم جنب بعض. واخد واحدة من النوتيلا اهي، واقفل عليها. قفلي كويس عشان في الفرن ما تسيحش وتلزق في الصاج او الصينيه اللي هتشتغلي فيها. اهو بالشكل ده. خلصهم بقى ونشوفهم كلهم مع بعض، ونشوفه بقى ان شاء الله بعد ما يستوي. وادي البسكوت بتاعنا اهو بعد ما طلع من الفرن. لسه سخن بقى وايه، بس شكله بسم الله ما شاء الله، منتهى الجمال. بصي التسويه بتاعته، ذهبي من القعر، ومن وشه كمان. احنا سويناه، انا حطيته على الشبكه على درجه حراره 170. ولما اداني اللون الذهبي الجميل ده، ولعت له الشوايه، يعني طبعا حوالي 3 ثواني بس ياخد اللون الذهبي، بس مش اكتر. نفتح واحده كده مع بعض.
نشوفها. طبعا هو يفضل يكون بارد ما يكونش سخن. نوتيلا جواه اهي. طبعا انا ممكن اعمله ساده، مش شرط ان انا احشي يعني نوتيلا او شوكولاته، لا ممكن اعمله ساده. بصي ناعم ازاي، بيفري وناعم وجميل مع كوبايه شاي كده الصبح، يبقى في منتهى الجمال. وبألف هنا وشفا.